الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. مسؤول على أولادك، مسؤول على مرتك. لا يعقل أيها الرجل أيها المؤمن أن الزوجة ديالك تخرج متبرجة، ما يمكنش. لا بد المرأة تلبس واحد اللباس محترم، لا تثير أنظار الناس، لا تتسول النظرات. تقول ليش أنا حر نلبس اللي يعجبني، اللي يعجبك في دارك. كاين الشارع العام وفي الطرقات وفي الأسواق. ينبغي أن نراعي شرع الله وأن نراعي الناس. راه مصيبة هادشي اللي كنشوف في الأزقة وفي الشوارع. تلقى المرأة مزوجة وعندها ولد وغادية مع ولدها وجوج ولاد ولابسة لباس فاضح، يعني صدرها تيبان، فخاضها تيبانوا، ولابسه مزير. ما عيب وعار. واش ديال الأم المثالية ديال القدوة؟ هكذا كانت أمهات المؤمنين. لأن الرجل خصو يراعي اللباس ديال مرتو، لكن في البيت ماشي مشكل، لبسي اللي يعجبك. مع العيالات ماشي مشكل، لبسي اللي يعجبك. هناك حدود، هناك ضوابط. الحرية بهذا المعنى اللي كتقولوا انتم هي الفوضى. لأن الحرية لا ينبغي أن يكون فيها معارضة للدين. الحرية هي هبة من الله تمكنك من جلب حقك وأداء واجبك دون تعسف أو إكراه. ماشي الحرية لبس اللي يعجبني نقول اللي يعجبني، لا، هذا ماشي حرية، هذا فوضى. أنت مسلم مقيد بشرع ودين، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني سجن بمعنى عندك حدود ما كتجاوزهاش، ما تقدرش دير كل شيء لأنك تأمن بالله. لا بد أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف. لا يليق بك أن تذهب إلى المسجد وزوجتك تاركة للصلاة، ما كتصلي كاع، وأنت ما كتنهاهاش، ما كتأمرهاش بالمعروف، ما كتنصحهاش، ما كتشجعهاش.